ايه. الاهلي ده فريق ايه، ما بيتعادلش، ما بيخسرش. هو انت بتلعب مع بلديه المحله ولا مع في ايه؟ ده بيراميدز، ده مصطفى فتحي ورمضان صبحي وماليلي ومش عارف مين، فرقه. الاهلي ازاي يكسب بيراميدز رايح جاي في اسبوعين ولا حاجه؟ طب اتعادلوا ماتش وخسروا ماتش، ده كده كتير، كده كتير قوي علينا. كمان محمد الشيبي يتطرد قصاد حسين الشحات، وحسين الشحات يمسك نفسه. ماتش غريب بصراحة، الواحد نام مغموم من الماتش ده واللي حصل. ايه ده؟ ايه ده يا اهلي؟ ايه اللي انت بتعمله فينا ده؟ كده كتير علينا والله. حتى رمضان صبحي نزل عمل شكل ولون للفرقة، بس برضه مش دي بيراميدز اللي هتكسب الدوري. لما تيجي قصاد الاهلي وتتغلب ماتشين يبقى الاهلي طبعا بطل واحق بالدوري منه. وهنا بيبان لك بقى الزمالك قصاد الاهلي بيعمل إيه. الزمالك رقع الاهلي اتنين وكسبوا. في ايه يا بيراميدز لما تكسب الاهلي؟ ده الزمالك اللي ما فيهوش لعيبه دلوقتي كسب الاهلي سهل جدا. الجزيري لوحده جايب فيه جونين. امال ايه الملايين والفلوس راحت والفلوس جت ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومش عارف مين؟ لا. والشيبي ايه يا شيبي اللي انت بتعمله ده؟ انت نازل تاخد حقك يعني؟ هي عركه يا حبيبي؟ كل شويه فاول مع واحد، شويه نازل ضرب في لعيبه الاهلي كلهم. والله يعني لعيبه الاهلي طلعوا محترمين. انا لو مكان حسين الشحات واتضربت الضربه دي اكيد مش هسكت يعني. انت فعلا لعيب مستفز. ما تركز في الماتش يا عم وحاول تعمل اي حاجه بعرضياتك انت مش مركز في الماتش، نازل تضرب. الهدف بتاع الاهلي اصلا جاي من الشيبي، بيلعب لك الكره بالكعب هيتقطعت وجت جون. يعني بسم الله ما شاء الله. بسببه بيراميدز جه فيها جون وخدت حاله طرد كمان. يعني من الاخر يا شيبي ضيعت الماتش. يعني المدرب كان ليه حق ما يلعبش الشيبي في الماتش الاولاني ولما كان قاعد احتياطي، لانه هينزل هيعمل اللي هو عمله ده وهينطرد. يبقى احنا ايه الفايده؟ انه لعيب كويس بس مش قادر يسيطر على نفسه وعلى انفعالاته، وتسبب في ايه؟ ان الفريق خلاص ما بقاش مركز في الماتش ومركز في الخناقه اللي هو كان بيتخانقها مع حسين الشحات. ثم انت ضربت حسين الشحات وبتحسب لك فاول وطرد. رايح لحسين الشحات ليه؟ عايز يضربك تاني؟ دي حاجه غريبه جدا. من الاخر يا جماعه، شخصيه البطل مش موجوده عند بيراميدز. مهما كانت امكانيات نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك عنده ازمه ماليه كبيره اليومين دول وما عندوش لعيبه، ولكن الزمالك يقدر يكسب الاهلي. للاسف بيراميدز ما تقدرش تكسب الاهلي في ماتش فيه ضغوط وتبقى واقفه على رجليها كده. ده اللي يفرق فريق زي الاهلي، فريق زي الزمالك، فرق بطولات، انها في الماتشات الصعبه تقدر تقف على رجليها وتكسب مهما كانت الضغوطات اللي عليها. بدليل اهو بيراميدز كان عنده فرصه كبيره يكسب الدوري. ايه اللي حصل في الماتشين؟ رغم ان عنده لعيبه وامكانيات وفلوس واداره، لكن مفيش شخصيه البطل. مفيش ان انا اقف قصاد الاهلي حتى اتعادل معاه في الماتشين يبقى عندي فرصه كبيره ان انا اكسب الدوري. اقفل. بينزل لعيبه الاهلي نازله هجوم كاسح على بيراميدز في الماتشين. نتكلم بصراحه بقى، بيراميدز ما يستحقش ان هو يكسب الدوري. الفريق الوحيد اللي قادر ان هو يكسب الاهلي وياخد منه بطوله الدوري هو نادي الزمالك. مهما قلت ومهما عملت بيراميدز مش منافس للاهلي ولا للزمالك. بدليل اهو شفنا بيراميدز لو كان كسب الماتشين كان كسب الدوري. عندك الامكانيات والاهلي مجهد والاهلي مضغوط والاهلي مش في احسن حالاته. طب ليه يا بيراميدز هتكسب الدوري امتى؟ خلاص كده اللعبه انتهت. الدوري المصري يا اما بطل الاهلي يا اما بطل الزمالك. صعب جدا على اي فريق تاني ان هو يكسبه، الا بقى الاسماعيلي لما يبقى عنده جيل ذهبي. بيراميدز عنده جيل ذهبي دلوقتي بس مش قادر يستفاد بيه لانه زي ما قلنا شخصيه البطل مش موجوده عنده. شخصيه البطل هي اللي بتخلي لعيبه الاهلي تلعب ماتش بيراميدز الاولاني والثاني وهي عارفه ان هي هتكسب في اي وقت وفي اي لحظه الاهلي هيجيب جون ويكسب. بدليل اهو كسب الماتشين رغم ان هو بقى انا بقول لك اهو بيراميدز عنده لعيبه افضل من لعيبه الاهلي بكتير. لكن لعيبه بيراميدز نازله الماتش كده تحس ان هي كشه، تحس انها نازله هتنغلب هتنغلب. وطبعا ده مش صح في الكوره ان انت تبقى نازل بايع نفسك ومدي فرصه للاهلي ان هو خلاص كده كده كسب الماتش.
الاهلي جاب جون ورجع يدافع ولعب على المرتدات، وكان هيجيب الجون الثاني والثالث. طبعا ده درس لينا كزملكاويه ان احنا ما نقفش مع اي نادي تاني غير نادينا، لان هو فعلا اللي لعبته رجاله ولعبته تقدر في المواجهات الصعبه دي تكسب الاهلي، حتى لو خسرت هتخسر وهي بتحارب لاخر لحظه في الماتش. عموما هارد لك لبيراميدز، بس محتاجين يفكروا بقى الاداره تعمل ايه عشان خاطر النادي يبقى منافس فعلا. تجربه بصراحه تجربه كويسه، وعندنا نادي قوي بينافس على قد امكانياته. طبعا لسه ما عندوش جماهير ولسه ما عندوش بطولات. بيراميدز لو كسب بطولات وبقت عنده شخصيه البطل هيبقى منافس قوي جدا، ولكن محتاج بس يكسب بطوله. الزمالك باقل امكانياته باقل لعيبه كسب السنه دي الكونفدراليه، ومرشح ان شاء الله ان هو يكسب سوبر افريقيا او سوبر مصري. وده بيوريك قيمه نادي الزمالك في المنافسه مع النادي الاهلي عشان الكره المصريه يبقى ليها طعم. اشكركم، الى اللقاء في مزيد من الفيديو.